السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ام يحيى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى يا حبايب ام يحيى، عملت لكم شوية قلقاس وشوية رز كده مفلفلين مع اللحمة السمينة الجميلة دي. يا سلام، بصوا القلقاس وجماله، بجد حاجة زي العسل. انتوا عارفين القلقاس بقى بتاع الشتا جميل بجد وكنا مشتاقين له. اول ما لقيته في السوق نزلت على طول، قلت اتوكل على الله على الله كده واجيب لي كده قلقاسية كده حلوة تعمل لها كده بتاعت كيلو ولا حاجة. وعملت احلى شوية قلقاس، دفى وغذا، مفيش كده، بجد زي العسل. تعالي كده جربي طريقة ام يحيى في القلقاس، اسهل طريقة هتعملي بيها القلقاس ان شاء الله، باذن الله تعجبك ومش هتبطلي تعملي الطريقة دي. بصي بقى القلقاس تعرفيه ان هو حلو وجميل وناجح من ايه؟ من وشه. شايفه القلقاس وجمال وشه؟ بصي الوش بتاعه عامل ازاي، ولا شوية الرز المفلفلين دول، يا سلام. شوية قلقاس طعم وريحة ومزبدين، بصي الله اكبر، بجد زي العسل. الله عليك يا ام يحيى، الشتا يعني قلقاس. حطيت كده شويه مخلل من بتوع ام يحيى، الليمون والفلفل ده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. بصي الفلفل لونه اصفر ازاي، وفي القرمشه كده، مش مهري، جميل، والليمون كده بخير وكده ومستوي بحاجه زي العسل. عسل. تعالي بقى كده نشوف مقادير القلقاس ايه هي. مقادير بسيطه ولا معقدة ولا حاجة، تعملي على فراخ تعملي على لحمة اعملي، كله حلو وكله نعمة. هنا بقى جبت القلقاسية بتاعتي دي، عملت حوالي 900 جرام، يعني كيلو ولا حاجة بسيطة أوي. بكام الكيلو يا أم يحيى؟ ب25 جنيه، يعني دي عملت لها حوالي مثلا 23 جنيه ولا حاجة. وهنا بقى ايه، جبت كده 3 حزم خضرة، وجبت حزمتين سلق. بصوا السلق ما كانش عاجبني قوي، كان يعني مبهدل كده، وكان اخر حزمتين، قلت يلا بقى ايه، انا همشي بقى الدنيا وايه وهعمله وان شاء الله هيبقى كويس. هو طازه بس بقى زي ما تقولي بقى كده ايه، ما علينا يا حبايب ام يحيى. يبقى انا جبت حزمتين سلق وحزمه كزبره وحزمه بقدونس وحزمه شبت. انت يا ام يحيى بتحطي للقلقاس شبت؟ ايوه، انا بحط للقلقاس شبت وبقدونس وكزبره. وهنا كده كان عندي بقى اللحمه الجميله دي، اللحمه دي تقولي عليها سندوتش، تقولي عليها لحمه سره، هي ديت بتاعه القلقاس وبتاعة الطواجن، سواء طاجن بامية، طاجن بطاطس، طاجن كوسة، أي طواجن بتبقى عايزة اللحمة السمينة دي، بتبقى عسل بجد وسكر. ويا سلام كمان مع البامية، يا نهار أبيض على البامية اللي هي البامية الويكة أو البامية الطاجن، حاجة زي العسل. هنا بقى معايا التوابل، ماجي بودر معلقة، ماجي معلقة، فلفل أسمر، نص معلقة ملح، وشوية بهارات اللي هي البهارات السبعة. انا ما كان المفروض كنت احط كزبره ناشفه، بس بصراحه ما لقيتش عندي. هنا بقى راس توم كده معتبره، راس توم، القلقاس بيحب التوم، راس توم كده ايه، وما تستخسريش التوم في القلقاس. وهنا كده طلعت كده كيس رز، قلت بقى ايه، هنعمل بقى كده ايه شويه رز بالشعريه. انا مع اني انا بحب اكل القلقاس كده بعيش مع حته اللحمه المحمره كده، يا نهار ابيض على الجمال، ومعايا السمنه. هنا بقى كنت حاطه حله على النار عشان اسلق اللحمه، واول ما غلت رحت نازله ايه، نزلت عليها باللحمه. وزي ما بقول لك، عايزه بقى القلقاس يطلع معاكي زي العسل وتاخدي منه شوربه، هي اللحمه السندوتش دي، او اللحمه اللي هي السره. هنا بقى نزلت بقى بورقة راولة وطماطماية وبصلاية صغيرة وشوية فلفل أسمر. عايزة انت بقى تزودي وتحطي حبهان حطي. هنا بقى ايه، جبت المصفى بتاعت تيتا الحلوة دي، مصفى جدتي دي اللي غالية عليا. ورحت ايه بقى ايه من الخضرة، ده السلق، مش هناخد الورقة بتاعت السلق بس، مش هناخد العيدان دي، خلي بالك ركزي علشان
لو انت مبتدئة أول مرة تعملي القلقاس يبقى لازم تجربي الطريقة دي، أسهل طريقة لعمل القلقاس إن شاء الله، وبيطلع معاكي زي العسل. برضو الكزبرة والبقدونس والشبت نفس الحكاية اللي عملت بيها السلق، باخد برضو الورقة بس ما باخدش العيدان. بصي حتى زي ما بقولك كده ال- الشبت كله خدت الورقة بتاعته بس. انا بقى هعمل بقى هكمله وارجع لك. هنا بقى خلاص كنت كملت السلق والخضرة، وايه خدت الورق زي ما شفتوني كده، ورحت غسلاهم كده مرتين تلاتة غسلة كويسة، ورحت حطاهم بقى في المصفى يتصفوا. جبت بقى القلقاسات الجميلة بتاعتي دي، وايه قلت بقى مقطعها معاكم. القلقاس بقى بتاع الشتا بقى جميل، جميل بجد، كنا فعلا مشتاقين له. حتى لو انت بتخزني القلقاس او بتجيبيه اللي هو اكياس مجمدة، ابدا ما بيبقاش طعمه زي الفريش بصراحة يعني. بس كده بالراحة لان القلقاس بيبقى معاه بيبقى مزفلط، هو القلقاس كده بيبقى مزحلق، متعرفيش تتحكمي فيها. سلام بقى لو عندك بقى ايه حتة بقى ليا ولا حتة، انا كان عندي حتة سمين كده كانت في اللحمة، حطيتها بقى مع القلقاس، بجد طعمه رهيب. في بقى ناس بتقلله باللية، بس بحسه بيبقى تقيل، فانا بعمله ايه بالسمنة، ولو عندي حتة سمين بحطها. هنا بقى خلاص قشرت كده القلقاسية بتاعتنا، وبقى وهمسكها بقى نقطعها ايه مكعبات صغيرة. قطعتها كده مكعبات صغيرة، بس ما بغسلش القلقاس. اوعي تعملي قلقاس وتغسليه، هيبقى مزحلق ومزفلط معاكي ومش هيبقى حلو، خلاص كده اعتبر باظ. انا ما بغسلش القلقاس ابدا. القلقاس عاملاله قماشة لوحديه او كيس مخدة كده قديم نضيف، تعمليه بس للاكل بس. فانا ايه هحطه دلوقتي في كيس المخدة ده، وافضل بقى امسح فيه لحد ما يبقى معايا زي الفل. اوعي تغسلي القلقاس. اهو حطيته اهو في الكيس المخدة، وافضل بقى ايه هحطه اهو، وافضل بقى ادعك فيه لحد ما احس كده ان هو ايه مبقاش كده بيتزحلق كده معايا وندف ولا مزفلط ولا الكلام ده. كيس مخدة قماشة نضيفة، اي حاجة اهم حاجة تكون نضيفة، اعملها للاكل بس. حتى يا حبايبي لو حاجة قديمة مفيش اي مشكلة مادام نضيفة، اهم حاجة تحطيها في كيس كده، وتبقى دي ايه للاكل بس. هنا بقى اللحمه كانت استوت معايا، مش قادره اقول لكم على الشوربه بتاعت اللحمه اللي هي اللحمه السره دي، او اللحمه السندوتش زي ما بتسموها. بصوا بتبقى ريحتها بسم الله ما شاء الله رهيبه بجد، وما خدتش طبعا سوا عشان هي بلدي بلدي يعني. بصوا لون الشوربه جميل ازاي. هنا بقى الحاجات دي بتبقى اللي هي ورق الراوله دي، انا بقى ايه طلعت كده اللحمه، ورشيت عليها كده شوية فلفل أسمر وشوية ملح عشان برضو ايه تبقى حقيقة كده وحلوة. أنا هجيب بقى كده المصفى الصغيرة بتاعتي الغلبانة دي واروح ايه هحاول كده اصفي عشان ورق الرول اللي هو الصغير ده. بس صفيتها ولقيت برضو فيها حتت بصل وحتت طماطم، ما صفيتهاش حلو برضو. فما فيش مشكلة، مفيش مشكلة يا حبايب ام يحيى، انتوا بصفوها كويس عشان ايه لو فيها حتت راولي زي كده او حتت بصل وحتت طماطم وانت مش عايزاها في الشوربه.
حطي بقى كده معلقة توم كده معتبرة في الشوربة. أنا كده نقصت من الشوربة مع اللحمة كبشتين شوربة، قُلت عشان ما لا تكون كتيرة على القلقاس، فلو عايز ولقيته تقيل هازوّد شوربة، لقيته كويس نزلت بقى شوية فلفل أسمر وشوية الماجي وشوية الملح ومعلقة التوم زي ما شفتوني كده وقلّبي بقى. هنا بقى لازم أعصر ليموناية، دول عشان صغيرين حطيت 2، لازم ليه يا أم يحيى عصير الليمون في القلقاس علشان ما يغيرش لونه وتبقى القلقاس أبيض كده وزي العسل. الشوربة بقى غلت بالثوم والتوابل والماجي وشوية البهارات، نزلت بقى كده بالقلقاس تقلبتين كده واغطي عليه بقى. عايزة اقول لكم ان هو ما خدش سوا خالص. هنا بقى جبت الطاسة بتاعتي حطيت كده معلقتين سمنة كبار، عندك زبدة عندك سمنة عندك سمنة بلدي اللي عندك اعملي بيه كله زي العسل. هنا كان عندي كده حتة سمين في اللحمة ورحت بقى حطها كده تسلي مع حتة السمنة ونزلت كده بشوية التوم، والمفروض ان انا كنت هحط كزبرة ناشفة بس ملقتش عندي والله، فانتي زودي كزبرة ناشفة. دي البهارات اللي هي ال7. قلبي بقى كده لحد ما لونها يبقى اصفر، بس اصفر فاتح مش غامق، لان احنا لسه بصي هننزل دلوقتي بالخضرة، باللي هي الخضرة السلق والكزبرة والبقدونس والشبت بعد ما اتغسل واتصفى. انزلي بقى كده نزلت كده بيهم وقلبي بقى لحد ما ينزل ميته وتحسي ان هو نشف كده خالص ولونه اتغير. ريحته والله العظيم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحته جميلة جدا، يعني مش قادرة اقولك ريحته بجد قلب البيت. السلق ده مع التوم مع الخضرة بيعمل ريحة رهيبة. هنا بقى القلقاس بقى بيغلي اهو واروح بقى موطية عليه. انا لقيته لسه رحت وطيت عليه شوية. هنا بقى خلاص كان السلق بتاعي خلاص كده جاهز، اروح بقى واخدة بقى المطحنة بتاعتي بتاعت الخلاط او انتي تعمليه في الكبة او في المطحنة نفس النتيجة، واروح بقى بشوية شوربة كده واروح ضربة حلوة في الكبة. اللي ما بيعملش القلقاس بالطريقة دي بجد يبقى فاته كتير، يبقى غلطان. هنا بقى في الخلاط كده كام طحنة كده حلوة اهو، الشوربة حبة شوربة صغيرين مع الخضرة اللي هي الخضرة اللي هي سلق كزبرة والشبت والبقدونس والثوم اللي احنا حمرناهم مع بعض. نعميه ما تخلوش خشن. هنا بقى خلاص القلقاس ما شاء الله استوى، هننزل بقى عليه بالخضرة اللي هو السلق بقى الخضرة اللي احنا عملناها مع بعض. قلبي بقى كده وشمي الروايح، يا سلام سلم. الله عليك يا ام يحيى وعلى قلقاسك بسم الله ما شاء الله. ايوه يا حبايب ام يحيى مش لازم ادلع نفسي، سلام انت كمان دلعي نفسك يا ست الكل. هنا بقى خلاص بقى غرفناه وعملت شوية الرز، بس قلت بقى مش هطول عليك الفيديو. وهنا بقى اللحمة حمرتها، اللحمة السندوتش دي زي العسل بجد، معسلة وبسم الله ما شاء الله مسكرة وزي السكر. شايفين وش القلاص يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، شايفة القلاص مزبت كده ولونه ما اتغيرش ازاي. شفتي الليمونة اللي احنا عصرناها هي اللي بتخلي لونه كده ما يغيرش، لونه ابيض كده. طعمه بسم الله ما شاء الله بجد، طعمه وريحته يا على الجمال. سكر
حطي كده بقى على الرز وعيشي يا حبيبة أم يحيى. يا سلام يا سلام. بجد ايه روايح الشتا ظهرت اهي. دي بقى أكلة الشتا بقى. بجد أكلة جميلة ما شاء الله. حتة اللحمة، شوية الرز، طبق القلقاس، وشوية كده أي حاجة كده حرشة عندك. أنا طبعا بقى إيه طلعت كده من المخلل بتاعي كنا عاملينه مع بعض. أي حاجة تعمليها، تعملي ليمون فلفل بأبسط تكاليف. الليمون والفلفل دلوقتي ما شاء الله سعره رخيص جدا. ولو عايزة زيتون برضو الزيتون مالي السوق الوقتي. تعملي أي حاجة خيار مخلل. أهم حاجة يبقى انت ليكي في الحوادق وكده. اعملي حاجة أي حاجة حرشة. لكن ما تشتريش لأن الحاجة بتبقى غالية ومش نضيفة زي البيت. شايفة الليمون جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو اعملي لايك واشتراك.